في نص ساعه وكيما راكي دركا بلا بيض وبلا فرينه نوضي ديري لهم واحد القرصه كي نقول لك بنه على بنه. واذا جاوك ضياف الغفله هذا هو وقته، وزيد في البرد هذا تاني هذه هي وقتها. تخرج من الطاجين سخونه ما عندي ما نحكي لكم. تبعوا معايا الوصفه. حطي 3 كيسان تاع السميد اللي يكون رطب، زيدي عليهم نص مغرف تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر باه تجينا حميمره، مغرف صغيره ممسوحه تاع الملح، وساشي ونص تاع خميره الحلوى، ساشي ونص. وزيدي عليهم مغرف تاع الخل، حتعطيها واحد الهشاشه هكا. خلطي كلش في بعضها غير بالمغرف، ومن بعد جيبي لي 3 كيسان ونص تاع الماء اللي يكون دافي، حطيهم كامل ماشي بارد وماشي سخون، يكون دافي، وخلطيهم بالمغرف كيما راكي تشوفي باه يتحرك لنا هذاك السميد. جيبي البلاندر ولا البراميكسر تاعك وبداي تخلطي فيهم واحد 4 دقائق هكاك، يعني خلطيهم مليح حتى يتحل لنا هذاك السميد في الماء تاعنا. غير تكملي كيما راكي تشوفي دير لك هذوك الفقاعات، غطيها وخليها في جهه. انا خليتها غير ربع ساعه. هنا مورا ما خمرت لي، شوفوا اذا حسيتوا القوام تاعها يعني تقال شويه ولا ثقيل، زيدوا لها غير ربع كاس تاع الماء برك باه تخفاف لكم. الطاجين تاعكم ادهنوه بالزبده الخضراء الاولى ومن بعد كملوا به نورمال. الطاجين تاعكم ثاني لازم تسخنوه مليح ودرجه الحراره تكون فوق المتوسط. نحطوا الحبات تاعنا يطيبوا، شوفوا لي الحبات تاعنا يخرجوا يهبلوا. نكمل ندير لهم العسل والزبده ولا واش حبيتوا. واي استفسار عندكم راني نرد عليكم، وقولوا لي حبينا ولا ما حبينا.